السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيوات آية. اليوم فيديو جديد غنشارك معكم واحد السلطة اللي كتجي راقية، كتجي لذيذة وصحية في نفس الوقت، بلي بات. نزيد نشارك معكم داك الصوص اللي نرافقها معاها، حتى هي كتجي لذيذة وصحية في نفس الوقت. فقبل ما نبدا هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك على القناة وديروا جيم، وكذلك كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي احسن ظروف وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. يلا على بركه الله. بالنسبه للطريقه والمقادير في نفس الوقت، فاول مرحله كناخذوا الماء يكون مغلي مزيان، والماء الكافي اللي غيسلق لنا لي بات ديالنا، كنديروا فيه شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت، وكنزيدوا لي بات اي نوع اللي بغينا. انا عندي هنا من 300 غرام حتى ل 400 غرام، المهم على حسب شحال بغيتو. المهم غيكون الماء كافي على حسب لي بات باش تسلق ليكم. ومن بعد ما كتسلق مره كنبداو نحركوها بطبيعه الحال، ومني كتسلق كنبداو نصفيوها وكنخليوها تبرد. هنا راه صافي، راه بردات وصافي. وغادي نزيدوا ليها هذيك المكونات دابا اللي غادي نضيف معاها. راه فهاد السلطه راه كتجي زوينه ولذيذه بزاف بهذا الشيء اللي غنضيف ليها. كما كتشوفوا هنا عندي الجزر الخيزو اللي حكيته في الحكاكه غليظه، يكون على شكل طولي باش يجي المنظر ديالها زوين. وكنضيف هنايا الخس اللي حيت لي غير القلب ديالو، الداخل ديالو كنكون مغسول مزيان بالماء. كيكون مغسول مزيان بالماء والخل بطبيعه الحال، وكنقطعوه كطريفات. ثم كنديروا هنايا انا درت هنا الفكوس، تقدروا ديروا الخيار، فلكم الاختيار. خديت واحد الحباكه ديال الفكوسه وغسلتها بطبيعه الحال بالماء والخل دائما، وكنقطعهم مكعبات كما كذا كتشوفوا. ومن بعد كنزيدوا هنا لي سوغيز، ولا تقدروا ديروا مطيشه هكا كبيره ومقطعه طريفات. ومن بعد من بعد ما زدنا هادشي كنزيدو واحد الكروم، واحد الطريف ديال الكروم كنقطعوه على شكل طويل. انا خديت هاد النوع هذا، تقدروا نتوما ديروا غير النوع العادي اللي عندكم. ومن بعد كنزيدو واحد المكون اللي كيخليه لذيذ بزاف، هاد الذره، واحد العلبه ديال الذره كنصفيوها وكنزيدو نضيفوها، كتجي منعشه في هاد السلطه. وهنا التفاح اللي هو كيجي رائع بزاف، ما بين الحلاوه والملوحيه راه كيجي رائع بزاف هاد السلطه بهاد المكونات اللي درت معكم. عندي واحد التفاحه هكذا، جوج تفاحات ما بين الاحمر والخضر، ما بين الاحمر والصفر، ودرت لهم ملي قطعتهم درت لهم الحامض باش ما يكحالوش. هذا هنا درت الجبن، التفاح راه قطعته مكعبات، والجبن تا هو قطعته مكعبات، الجبن الاحمر راه كيجي لذيذ بزاف حتى هو. وكنديروا الزبيب اختياري، ولكن راه كيجي لذيذ فيه بزاف. انا خديت الزبيب الكحل، تقدروا نتوما ديروا الزبيب العادي، المهم لكم الاختيار. ثم كنديروا الطون اللي كنكونوا مصفينه بالزيت ديالو، داك الزيت كنصفيوه. ومن بعد كنزيدو شويه ديال الكركاع اختياري حتى هو، كنقطعوه طريفات هكا صغيورين كما شفتوا، غير القليل، كل حاجه منها شويه مع هاد لي بات راه كيجيو رائعين بزاف. فغير نتوما جربوا هاد السلطه بهاد المكونات اللي درت معكم، راه كتجي رائعه بزاف، ما بين الملوحيه والحلاوه راه كتجي رائعه بزاف ولذيذه ومغذيه في نفس الوقت. دابا انا غادي نمشي نحضر معكم داك الصوص اللي غادي نرافقها معها. كناخذ واحد بيضه مسلوقه، وكنزيدوا ليها واحد ياغورت مسوس، ثم كنديروا الملحه، وكنزيد شويه ديال الابزار القليل، وكنزيدوا شويه ديال الحامض، كنعصروا عليه كنعصروا على الحامض واحد تقريبا شي معلقه كبيره. ضروري نديروا الحامض اولا الخل.
فلكم الاختيار. وكنطحنوا هاد المكونات، ومن بعد ما كنطحنوا هاد المكونات حتى كينسجموا مع بعضياتهم، كنزيدوا بشويه بشويه الزيت، اما زيت الزيتون اما زيت العاديه. الا كان زيت الزيتون يكون حلو، ولا كانت حاره عندكم فمن الاحسن ديروا زيت العاديه. هنا كنبقاو نطحنوا غير بشويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي يكون خفيف، ماشي ثقيل، ماشي خفيف بزاف. المهم انا غنبقى نزيد بشويه بشويه الزيت حتى كنحصل على هذا القوام، ومن بعد كنزيدوا واحد المعلقه ديال المطاخ. ضروري هاد المعلقه ديال المطاخ راه كتحيد داك الزفوريه ديال البيض. كتجي رائعه رائعه هاد الصوص، ولذيذه وفي نفس الوقت صحيه. كتجي على هاد الشكل هكا، كنزيدوها على هاد السلطه ديالنا، كتعطيها لذه على لذه. صافي كنديروا المهم الكميه اللي غادي تناسبنا فهاد السلطه، وكنخلطوا. وضروري هاد السلطه راه خصها تجي بارده، يعني حتى حاجه ما تكون هكا فيها سخونه، كلشي يكون بارد في البارد. ومع داك الملوح مع داكشي درت المالح والحلاوه، راه كتجي فيها رائعه رائعه. كيجي هاد السلطه كتجي رائعه بزاف بزاف ومنعشه. لا بغيتو بالنسبه لهذاك الصوص اللي درت، تقدروا تزيدوا ديروا هذا غير المايونيز بوحدو، وانتم لكم الاختيار. بغيتو ديروا هاد الصوص اللي درت معاكم راه صحيه. بغيتو ديروا المايونيز اللي كنت درتها معاكم، راه درت جوج ديال المايونيز، النوع ديال البيض خضر والنوع الثاني ديال الجبن. فلكم الاختيار. صافي وكتجي على هاد الشكل كما كتشوفوا. انا قدمتها هكا في واحد الطبق اللي زينته هكا في الجناب بالخس. كتجي لذيذه لذيذه ومنعشه بزاف بزاف، فغير جربوها راه غتعجبكم ان شاء الله، وراه غتبقى دائما معتمده عندكم. وفي الاخر كان بعد ما كنحط هاد السلطه في هاد الطبق، كنزيدو نزينوها هكا من الفوق بلي سوغيز وبشويه د الكركاع، شويه ديال الجبن اللي كنت زدت، اللي خليته شي شويه هكا زينته هكا من الفوق، غير ديكور وصافي كنحطوه هكا من الفوق. وكيبقى هذا هو الفيديو. كنتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم. وما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. وما تنساوش الاشتراك على القناه وديروا جيم. وشكرا على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.